السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين متابعين قناتي، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد ومواكبة آخر الأحداث في مصر ونافذة على العالم. من يومين الشاب العظيم الجميل عبد الرحمن مصطفى الزملكاوي الأصيل كان في مؤتمر مختلفون باقتدار في حضور الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء طبعا مدبولي، وهاني حتحوت كان بيقدمه، وعبد الرحمن بخفة دمه المصرية المعروفة طلب من السيسي، طلب ان هو يبقى عضو في نادي الزمالك اللي بيعشقه وبيحبه. انتوا عارفين هنا في القناة عندنا اي حاجة متعلقة بالإنسانية والتسامح والحب بنقف عندها كتير، لازم نعلق عليها. الناس اللي مختلفون باقتدار دول ناس محترمة وذكية جدا سبحان الله، وبيعرفوا يوصلوا لطموحاتهم، بس يا رب دايما المجتمع يقدرهم. فكان لقاؤه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي حلو جدا عبد الرحمن. حتى هاني حتحوت المذيع الرياضي سأل عبد الرحمن كم سؤال كده في الدوري الإنجليزي، وطلع ما شاء الله على معلوماته. يعني الولد فعلا نفسه يبقى محلل كروي ويبقى زي رضا عبد العال كده، وكان جميل ولطيف ويا عيني عاشق للزمالك. فراح الريس ما شاء الله عليه قال له كل العضويات تحت أمرك. وحسين لبيب رئيس نادي الزمالك كان قاعد ورا، ولبس حسين لبيب عضوية جديدة وقابله تاني يوم وفعلا اداله العضوية. دايما الحاجات الإنسانية دي مهمة في حياتنا، عشان احنا لو مش بني آدمين وعندنا إحساس وبنحس بالناس، خصوصا اللي عندهم إعاقة أو مختلفون باقتدار أو عندهم إعاقة يعني ذهنية أو يعني احنا دايما لازم نحمد ربنا على نعمه ونقدرها ونشكره. وعبد الرحمن ده فعلا يعني أثر فيا من جوه خالص، إن هو ذكي ومتكلم وحافظ وعارف، يعني معلوماته الكروية ممتازة ما شاء الله عليه. وبقول له يا عبد الرحمن، ناس زيك في مصر كتير حلوة وطيبة، وانت أصيل وجدع وشهم، وألف مبروك عليك عضوية نادي الزمالك يا عبد الرحمن. كل سنة وانتم طيبين أعزائي المشاهدين. وده كان فيديو بسيط إنساني كده، وكان مهم إن أنا أطلع وأقول الكلمتين دول عشان أثروا فيا جامد بصراحة. كل سنة وانتم طيبين، وشكرا لحسن المتابعة، ودايما تابعونا في قناتنا كل ما هو جديد ومميز إن شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميرسي.